هلو عاملين ايه؟ رجعت لكم في الفيديو الثالث من سلسلة فيديوهات تعلم اللغة الألمانية من البداية. المرة اللي فاتت أخدنا مع بعض الحروف المركبة ازاي ننطقهم، وأخدنا عليهم أمثلة وبايشبيل كتير واتدربنا عليهم سوا. المرة دي هنتكلم عن جزء مهم جدا في أي لغة. هو أول حاجة النهاردة هنتكلم عن الضمائر الشخصية، وهنعرف معناها ايه بالألماني، وهنعرفهم كلهم وهناخد برضو عليهم كلهم بايشبيله. هنتكلم عن التحيات، ازاي احيي اللي قدامي، ايه الكلمات المستخدمة، وهنتكلم برضو عن الوداع، يعني لما المحادثة بتاعتنا هتخلص هنقول ايه واحنا ماشيين. فتابعوني كده عشان هناخد مع بعض كل الحاجات دي وهنتدرب عليهم وهنعمل جشبريشة او محادثات ما بيننا وما بين بعض. فاتفرجوا الفيديو للنهاية. يلا بينا نبدأ، بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. lass uns anfangen. أول حاجة هتكلم عنها النهاردة هي البيرسونال برونومن. بيرسونال برونومن هي الضمائر الشخصية، يعني أنا، هو، هي und so weiter. فأول حاجة معايا هو ich. Ich heiße Nurhan. Ich heiße Nurhan. Ich يعني أنا، heiße أدعى أو اسمي يعني mein Name. Ich heiße Nurhan. فأول حاجة معايا هنا هي ich. Du. Du bist mein Freund. Du bist mein Freund. Du bist mein Freund. فدو يعني أنت. Du bist أنت تكون mein Freund صديقي. التفاصيل بتاعت الأمثلة دي أو البايشبيلة دي احنا هناخدها مع بعض بعد كده في فيديوهات تانية بالتفصيل، فما تشغلوش بالكم دلوقتي بتفاصيل الأمثلة اللي بديها، بس احفظوها زي ما هي كده واحفظوها. حطوا غيروا، بس يعني أنا بقول مثلا زي ما قلت ich heiße نورهان، فأنت تقدر تقول مثلا ich heiße علي، ich heiße سارة، ich heiße محمد، أي حاجة يعني. فانتوا بس غيروا في الحاجات اللي تقدروا تغيروا فيها، لكن التفاصيل بتاعتها دي هناخدها مع بعض بعد كده بالتفصيل. فيلا بينا نكمل. er 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 kommt aus Deutschland. Er kommt aus Deutschland. Er kommt aus Deutschland. Er kommt aus Deutschland. Sie ist eine Frau. Sie ist eine Frau. Sie ist eine Frau. Sie ist eine Frau. Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist kalt. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. Ihr seid Schüler. Ihr seid Schüler. Sie wohnen in Berlin. Sie wohnen in Berlin. Sie wohnen in Berlin. Sie. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Sie. طيب احنا كده خلصنا البيرسونال برونومن او الضمائر. هي كانت يعني ما فيهاش اي حاجة سهلة وواضحة، بس انا برضو هرجع اشرحهم شرح سريع تاني كده. اول حاجة كانت معايا هي ich بمعنى انا. ich. اللي بعدها كانت du يعني انت. er بمعنى هو. sie يعني هي. sie يعني هي. es مش هقدر اقول لك ولا هي مذكر ولا هي مؤنث. اس دي لحاجة اسمها محايد، دي برضو هنعرفها بالتفصيل بعد كده. بس هقول لكم حاجة، ان النومن في الدويتش هو بينقسم، او الاسم في الدويتش بينقسم لثلاث اقسام، يا اما مذكر يا اما مؤنث يا اما محايد. المحايد ده هو نوع الكلمة نفسها، مش الشخص اللي بره. يعني المحايد ده هو ممكن يكون
ein Mädchen das Mädchen das Mädchen اللي هي الفتاة هي دي محايد. هي بالنسبة لك das Mädchen دي مؤنث، بس النومن نفسه أنا ماليش دعوة بالشخص، أنا ليا دعوة بالنومن نفسه، الاسم نفسه هو محايد. فاس انت خدها بمعنى ان هي للمحايد، ده هتعرفه لما هتعرف الارتيكل بتاع الكلمة. تمام كده؟ اس بمعنى هو او هي للمحايد. طيب اللي بعدها كانت إيا. إيا يعني انتم. اللي بعدها wir يعني نحن. طيب آخر حاجة كانت معايا زي وزي. أول حاجة في عندي زي بمعنى هما، زي كلمة زي wohnen in Berlin، وفي زي بمعنى حضرتك. زي بمعنى حضرتك اللي هي لما بتكلم مع حد أكبر مني، حد يعني كلام كده رسمي شوية، حد غريب عني، فبستعمل كلمة زي أو بستعمل الضمير زي، مش بستعمل دو. مش هقول له دو، هقول له زي. فده الفرق بس ما بين دو وزي لما باجي أتكلم. إن دو بستخدمها ما بين الأصدقاء القرايب كده، يعني ناس إحنا عارفينهم. لكن زي لما بتكلم مع حد يعني ما فيش بينا علاقة كتير أو كده، أو حد أكبر مني، بقول له زي. فإحنا شفنا كده زي هنا في الضمائر 3 مرات. مرة بمعنى هي، مرة بمعنى هي وبيكون تصريف الفعل معاها مختلف تماما. تمام. ومرتين واحدة بمعنى هما، وواحدة بمعنى حضرتك أو حضراتكم يعني. فتصريف الفيرب بتاعهم هتعرفوه بعد كده لما هناخد تصريف الفيرب. بس دلوقتي احنا هنعرف ان بس زي بمعنى هي، او زي بمعنى هما، او بمعنى حضرتك. طيب في نقطة كده معينة في النطق ما بين er وإيا، دي اسمها er ودي اسمها إيا. فما ينفعش ان انا اقول ان دي اسمها مثلا إيا ودي إيا، لا، لازم اوضح عشان الفرق في النطق ده هيودي المعنى في حتة تانية خالص. فخلاص عرفنا ان دي اسمها إيا لكن دي اسمها إيا. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض كده تمرين بسيط على البيرسونال برونومن او على الضمائر الشخصية البيرسونال برونومن. انا هقول الجملة ناقصة من غير البيرسونال برونومن بتاعها او من غير الضمير بتاعها، وانتوا هتحاولوا تخمنوا ايه هو الضمير الصح. اول جملة معايا هي heiße علي، فيا ترى ايه هو الضمير الصح بتاعها؟ برافو، ich heiße علي. تاني واحدة معايا هي seid Freunde. يا ترى هختار انهي واحدة من دول؟ برافو، ihr seid Freunde. ist meine Mutter. صح كده، sie ist meine Mutter. Sie ist meine Mutter. lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. وبرضه تنفع Sie lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. إحنا بنتعلم ألماني. oder بمعنى أو. oder Sie lernen Deutsch. حضرتك بتتعلم ألماني. oder Sie lernen Deutsch. هم بيتعلموا ألماني. طيب حاجة كده ممكن نطلع بيها بسيطة من هنا كجراماتيك، احنا لسه ما دخلناش في تفاصيلها، بس هو تصريف الفيرب اللي هو lernen، هو الفيرب شكله مع wir lernen، sie lernen. إن الفيرب جه شكله مع الفيا زي مع زي اللي هي حضرتك، زي مع زي اللي هي معناها هما. الفيرب نفس الشكل بالظبط. فبنفرق ازاي؟ هو اللي بيفرق معايا هو سياق الكلام مش اكتر.
فلما أنا هيبقى في محادثة كاملة، هو سياق الكلام هيبين، مش محتاجة إن أنا أعمل أي مجهود، هو بيبان لوحده.